يا أبا الأنوار، نقول أولا الحمد لله أنهم قتلوه، الحمد لله أنهم نثروا دمه قبل أن يقبروا الضحايا. بردت قلوبنا جزئيا. 12 نفس يا عمار الأجدع، 12 نفس يا قبيلي يا أصل العرب، عشان مشكلة يعني بينك وبين مرتك تروح تقتل نسيبك وزوجته وأطفاله 5 أطفال يا أصل العرب، ويدخل على مكالف 4 مكالف خواته يقتلهن ال4، وبعدين يدخل يخلص بزوجته وابنه الرضيع اللي عمره 20 يوم وابنه الثاني اللي بيصيح له يا بابا يابا. ايش المجرم هذا؟ ايش الاجرام هذا؟ ايش الافتراء هذا؟ يعني كل اسبوع بنشاهد جريمه نقول لم يسبقها الي احد من العالمين، الا ونتفاجئ الاسبوع اللي الثاني بجريمه العن مليون مره، نقول سلام الله على الجريمه الاولى، ما عاد تصبح الجريمه السابقه الا قطره من بحر الجريمه الجديده، وهكذا اسبوع ورا اسبوع. ما الذي يحدث؟ مجنون في اسكتلندا راح قتل 20 واحد بمسجد، اقتلب العالم. اسكتلندا عاشت 6 أشهر في حالة طوارئ، أقروا 20 قانون جديد، جندوا عشرات الآلاف من المجندين الجدد، سحبوا السلاح من كل الناس كبير وصغير. ونحن جرائم يشيب لها الشعر، جرائم يعني اللي بيشوفه ولا اللي بيقرأ ولا اللي بيسمع عني يقول هذه هندي، أفلام هندي، هذه أساطير. ما يصدق إن في واحد والله لو كان أكبر مدمني مخدرات العالم يعمل هذه الجريمة. يعني الحزة الكبيرة الآن إنه قتل خلاص، يعني انتهى. طيب الموضوع 12 نفس دحين خلاص، هذا المفروض يحرقوه وعائلته قبيلته أهله أسرته ويصبح عبرة لمن لا يعتبر. ومش إلا الجريمة هذه بس، الأسبوع هذا برضو مفاجأة ثانية في صنعاء، حكموا عليه بالإعدام في ال70. عبد الرحمن الشجاع عمره 25 سنة قد ارتكب 92 جريمة اغتصاب بحق أطفال عمرهم بين 8 سنين و16، يعني 92 جريمة، 92 عملية اغتصاب في 7 محافظات، وكمان ما كانش يغتصبهم بس، ويتخذهم يبتزهم يصورهم وبعدين يبتزهم. روح شل الذهب حق امك، روح اسرق من ابوك فلوس هاته، وشغل بعضهم شحاتين في الشوارع سكتة من اهاليهم. واحنا عندنا اللي اهم شيء الفضيحه، كما فلان يعمل، كل واحد خلص عرف ابنه يخبي ابنه يقول خلاص ويسكت الموضوع، خايف من الفضيحه. احنا نقول لكم هذه ثقافه هبله. الاصل انك طفلك حصل له شيء تسمع العالم لحد ما تنصفه وتاخذ حقه. المجتمع ايضا المفروض يتعامل مع الضحايا بشكل راقي. اي ضحيه يخرج يقول تعرضت لابتزاز ولا تعرضت لحاجه ولا تصور ولا يخرج ويوقف مع المجتمع ويمنحه وسام الشجاعه. يعني طريقه تصرف المجتمع بتخلي المجرمين والمبتزين بيتزايدوا ويتكاثروا بطريقه. عموما تحيه وتقدير لرجال الامن اللي مسكوا هذا القاتل ونثروا دمه قبل انتهاء 24 ساعه من الجريمه، ويقولوا انه برضه اعتدى على الامن وقتل 3 من الامن اثناء ملاحقته. ايش نقول؟ هذه يمن الايمان والحكمه، هذه يمن الزبيري والنعمان واللقيه والبوزة، هذه يمن حاتم الطائي، يمن اكرام الضيف واغاثه الملهوف. في امان الله.